السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هقولك على بديل قوي جدا للعلف وحاجات جميلة جدا تعمليها. العلف البياض للفراخ اللي بتبيض، وحاجات ازاي تأكلي الفراخ اللي بتبيض دي بحاجات بسيطة خالص. انت مش محتاجة تعلفيها لأن هي أصلا يعني خلاص كبرت، احنا عايزينها تبيض. هقولك النهاردة ازاي تخلي الفراخ تبيض من غير ما تستهلكي اكل كتير ليهم، من غير ما تكلفي وتوفري فلوسك ازاي، وكمان تحافظي على صحة فراخك وتاخدي اعلى انتاج للبيض. اولا عشان الفراخ تبشر بالبيض بدري، بنبدأ معاها من اول ما تكمل عمر 4 شهور. يعني خلصت 4 شهور او خلصت 3 شهور وبادئة في الشهر الرابع، يبقى كملوا ال90 يوم، يعني 3 شهور وبدأ أول الشهر الرابع أول يوم نبدأ نعملها كأنها فراخ بتبيض في كل حاجة. يعني أي حاجة بنعملها للفراخ البياضة تصلح إنها تتعمل للفراخ اللي في العمر ده، الفراخ اللي عندها 90 يوم، يعني 3 شهور. أول ما تبدأ في الشهر الرابع نبدأ نشتغل معاها كأنها بتبيض أو كأنها فراخ بتبيض. تمام. اللي عندها فراخ النهاردة عدت ال3 شهور هي عندها كنز، لان الفترة اللي فاتت كان في فيروسات شديدة جدا منتشرة. وخلي بالكم انه فيروس النيوكاسل، دي معلومة لازم اقولها بسرعة كده. النيوكاسل بيتجدد وبيجي تاني، وبيجي كذا مرة في المكان، مادام جه في البيت بيفضل يجي. فانت عليكي دايما بالعلاج اللي احنا عملناه. يعني انا الفراخ دي تقريبا النيوكاسل ده جالهم يجي 5 6 مرات السنة دي، كل شوية يجي وارجع اديله العلاج ويرجع يمشي وهكذا، شغالين انا وهو ايه مع بعض كده. فخلي بالك انه بيرجع يرد تاني. طبعا اللي انتي فراخك وصلت لعمر 3 شهور ما شاء الله، فمعناه ان كده الهم زاح من عليكي، هياكلوا منك اي حاجة. وفي بدائل كتيرة قوي للعلف احنا عملناها، وللعلف البياض بالذات. يعني بدائل العلف البياض دي تقدري تستخدميها من لما فراخك خلاص كملت 3 شهور. عايزة كمان تأسيس الفراخ من اول عمر يوم، اكتبي لي في التعليقات وانا احط لك الايه الرابط ببدائل العلف من اول يوم. وما شاء الله الاوزان عالية جدا. بس عشان تبقي فاهمة، الفرخة اللي بتبيض مستحيل يكون وزنها عالي. انا كان عندي هنا فراخ بسم الله ما شاء الله الوزن حوالي 5 كيلو. ذبحتها والله العظيم لقيت عنقود البيض صغنن، مفيش. ذبحت التانية 3 كيلو، يعني تعتبر برضو بخسارة عليا. مسكتهم كده عملت لهم عملية جرد. التقيلة ذبحتها. ذبحت التانية 3 كيلو او 3 كيلو ونص، بسم الله ما شاء الله، بس لقيت فيها بيض. بس ما كانتش هتتحمل، ما كانتش هتكمل شوية، وكانت برضو ايه هتتعب معاكي. فأي فرخة وزنها أكتر من 2 كيلو أو 2 كيلو ونص بالكتير ما تسيبيهاش، اذبحيها لأسباب كتيرة. أولا لو انت ما ذبحتهاش هي هتفرفر لوحدها من السمنة اللي عندها. ثانيا مش بتبيض، ولو باضت هتبيض كل يومين مرة، فبتاكل ما شاء الله كتير جدا. ما بيتاكل قوي، مش هتيجي قد البيضة اللي هتبيضها. ما تسيبيش الا الفرخة الحلوة الخفيفة الرشيقة، العود الفرنساوي كده اللي هو احنا. الفرخة اللي تكون وزنها 1.5 كيلو 2 كيلو دي اللي بتبيض زي الولعة كل يوم. طيب انت بتاكلي فراخك ايه بقى عشان ما تشيليش هم؟ انا بعمل خلطات كتيرة قوي للفراخ، كلها اقتصادية وموفرة عشان ما اشيلش هم الاكل. احلى حاجة تحطيها للفراخ هو الكرات. ده عود الكرات، معرفش اسمه ايه بره، في حبايبي بقى في العراق وسوريا والجزائر، او اي حد بيشوفنا بره مصر. معرفش اسمه ايه عندكم، هو عندنا اسمه كرات. هو من فصيلة البصل والثوم، زي البصل والثوم. طبعا اي خضرة قدامك، والكلام ده قلناه كتير قوي. وصفة النهاردة بقى بعمل ايه؟ عارفين وصفة التسمين اللي انا بحطها؟ بحط عليها شوية سرس ببله في مية، وبعد كده اشيله من المية واحط عليه شوية ردة ووصفة التسمين واقلبهم مع بواقي اكل البيت. في كمان حاجة مهمة قوي بتحافظ على صحة الفراخ جدا جدا جدا، من الشوطة. وبفضل الله يعني زي ما بقول لكم كده الفيروسات جات لي كذا مرة، بفضل الله مفيش حاجة بتموت. ليه؟ لان انت رافعة مناعة الطيور بتاعتك جامد. اجمل حاجة ترفع مناعة الطيور هو قشر اليوستفندي وقشر البرتقال وقشر الموز اللي هما موجودين اليومين دول. الحاجات دي فيتامين سي عالي جدا، ومغنيسيوم ومعادن. الفراخ بتبقى محتاجة لها، محتاجة كل الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في قشر الفاكهة ده. ما تسيبيش حاجة من الحاجات دي ولا ترميها في الزبالة، حرام وخسارة.
كل الحاجات زي ما انتم شايفين كده. بس ما تحطهاش لهم سليمه، لان لو حطيتيها سليمه مش هيعرفوا ياكلوها، هيدوسوا عليها برجليهم ومش هياكلوها. لازم نقطعها زي ما انتم شايفين كده على قد بقهم، يعرفوا ياكلوها. نلقمها صغير كده بمقص كده، وتخلي حد من العيال قاعد فاضي، او انتي قاعده فاضيه عايزه تريحي نفسك شويه وتقعدي شويه تتحججي، لمي الحاجات دي وقعدي قطعيها زي ما انت شايفه كده. الحاجات دي كنز رباني والله العظيم. فيديو النهارده مهم، هقولك فيه على كذا سر كده من الاسرار اللي تخليك تحافظي على فراخك ويبقى عندك احلى فراخ، بصحتها حلوه جدا جدا ومناعتها قويه. من ضمن الحاجات ده ولسه في كمان هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية جدا للفراخ علشان توفري ما تأكلهمش. يعني انتوا عارفين الاكل ده بيعتبر اكل، يعني قشر البيض، قشر الخضار ده اكل، قشر الفاكهة ده ما هو اكل بيكفيهم فترات طويلة. الخلطة اللي قدامكم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلطة تسمين، وعليها شوية ردة، عليها شوية سرس مبلولين. يعني السرس بحط عليه شوية مية. السرس ده اللي هو قشر الرز، قشر الرز. والردة اللي هي قشر القمح، النخالة بتاعت القمح. وده كرات. وكمان عندك مثلا عيش مدشوش، عادي مفيش مشكلة. الناس كلها اللي بتخاف تحط عيش للفراخ اللي بتبيض عشان بيعمل دهن، هو طبعا بيعمل دهون، بس احنا بقى عندنا الحل بتاعه. عندنا ايه؟ الردة. الردة دي بتحول اي دهون للحم. فما تخافيش، قد مقدار العيش او الدشيشة حطي ردة، وان شاء الله مش هتلاقي اي مشكلة. انا بتكلم بعمل الحاجات دي من عمر ومن زمن. حبايبي اللي متابعيني على القناه دي بقالها سنتين او اكتر، عملوا ورايا وصفه والله. حتى واحده كتبت لي كده في التعليقات قالت لي ان وصفه انا كنت عامله خلطه اقتصاديه موفره للفراخ البياض. قالت لي انا بقالي سنه ماشيه عليها والفراخ ما طقتش ولا يوم بفضل الله، لانها الحمد لله معموله صح ومعموله بطريقه سليمه جدا. الاكل ده كله كده بيخليك ان انت ما تتكلفيش. عشان كده بقولك لو عندك فراخ عدت ال3 شهور انت عندك كنز، حافظي عليه. البيضة هتوصل 5 جنيه عشان تبقي عارفة، واكتر كمان، وربنا يلطف بينا. لما يبقى عندك اكل كويس في بيتك لولادك، دي تعتبر نعمة كبيرة من عند ربنا نحافظ عليها. كمان في حاجات من البيئة ممكن نستخدمها تخلي الفراخ بتاعتنا تبيض بيض كتير. زي ايه؟ زي التحديق. التحديق ده بيتعمل للحمام، بس لما تعمليه للفراخ او للبط اللي بيبيض ممتاز جدا جدا، بيكبر حجم البيضة وبيزود انتاج البيض عالي جدا جدا في زيادة انتاج البيض. التحديق ده يعني ايه؟ يعني بنجيب طوب احمر زي ما انتم شايفين كده ونطحنه ناعم بحيث ياكلوه يبقى طوب صغير كده. هتقولي دوت مش يقف في مصارينهم او يقف في حصالتهم؟ اقولك ابدا، بالعكس هم طول الوقت بيدوروا على الحاجات دي علشان جسمهم محتاج الاملاح اللي موجودة في الحاجات دي والمعادن اللي موجودة في الحاجات دي. انا بعمل التحديق عبارة عن الطوب الاحمر ده، وعليه الرمل بتاع البونة ده، وعليه الرمل الاسود ده. انا الفراخ دي من يوم ما ربيتها لسه ما عملتش لها تحديق خالص، دي اول مره، مو منتهى الامانه اول مره اعمل لهم تحديق. ده عالي جدا بيخلي الفراخ ما شاء الله البيضه بتاعتها تكبر وتبقى جميله. التحديد ده ممكن تضيفي عليه بقى زي ما انت شايفه كده، يعني مثلا حوالي حله او علبه من الرمل الابيض، مع علبه من الرمل الاسود، مع علبه من الحجاره الحمراء ديت اللي هو الطوب الاحمر. مهم قوي الطوب الاحمر على فكره. مع لو عندك برضو تحطي كيلو من الجير المطفي. كمان تحطي كيلو من الصدف او نص كيلو من الصدف. يعني تجيبي كيس الصدف ده بتجيبيه من عند البيطري. كيس الصدف مش غالي، ممكن تكون ب10 جنيه او حاجة، ويفضل تجيب الصدف السايب بيبقى رخيص. في ناس في بلادها اللي هي البلاد القريبة من البحر الصدف ده عندها ببلاش. حطي صدف للفراخ جميل جدا جدا. ما تصدقيش الناس اللي بتقول ان هو بيجرح الفراخ ويجرح مصارين الفراخ والكلام ده. ما كانتش الفرخة كلته، الفرخة ربنا معرفها ايه الحلو ليها وايه الوحش ليها بالفطرة كده بخلقتها كده. زي ما ربنا خلقها هي عارفة اللي يضرها من اللي ما يضرهاش. وكمان هنحط على الحاجات ديت معلقة ملح طعام. معلقة ملح طعام ممتازة جدا. نقلب الحاجات دي، ودي حاجات كلها ببلاش. كل اللي انا عملته النهارده ببلاش للفراخ.